سلام عليكم. ليه ربنا حط في طريقك زوج نرجسي؟ ده كان سؤال ملهم ربنا فتح عليا بيه لما جات لي عميلة جميلة. تقولي انها بعد ما قرت عن صفات النرجسيين لقيت ان كل الصفات دي منطبقة على زوجها، وجات لي تشتكي منه وتحكم عليه. فانا اول حاجة عملتها معاها اني خليتها فرغت مشاعرها، خليتها تقول لي تطلع كل اللي هي حاسة بيه، لان دي اول خطوة عشان نقدر نتعلم اي حاجة من اللي بيحصل لنا. بعد كده الحقيقة أنا استفدت من إني لاحظت إن روحانيتها جميلة جدا وعندها علاقة جميلة بالله، فطلبت منها تعمل كذا خطوة هطلب منكم تعملوها، ويا ريت تدوسوا ستوب بعد كل جملة هقولها لكم وتستشعروها. فخليتها استرخت وقلت لها أول حاجة أول حاجة أنا متأكدة إنك مصدقاها، ربنا بيحبني. فقعدت حست بالمعنى ده. تاني حاجة، كل شيء بيحصل في حياتي هي رسالة حب من الله حتى لو وجعني. تسيبت الوعي ده جواها واستوعبته جدا. بعد كده رحت سألها السؤال، هو ليه ربنا حط في طريقك زوج نرجسي؟ سيبك من انه هو نرجسي، ده ربنا اللي حطه في طريقك عشان يبعت لك رسالة. مع الجلسات هي أدركت الحاجات اللي هي محتاجة تشتغل على نفسها، إن محتاجة تزود حبها وتقديرها لذاتها، محتاجة إنها تبقى عارفة حقوقها في العلاقات عشان محدش يستنزفها. فجلسات الكروماتيك بتجيب نتائج رائعة في النوع ده من الحاجات. وابعتولي على الخاص عشان نتكلم أكتر. أشكركم.